مرحبا، اول شيء الف الف مبروك للمنتخب المغربي اللي اليوم قدر يفوز على المنتخب البلجيكي المصنف الثاني عالميا بفارق هدفين. بنفس المجموعه عم تلعب حاليا كرواتيا ضد كندا والنتيجه 2-1 لكرواتيا. للعلم هي النتيجه هي اكثر نتيجه ممكن تفيد المنتخب المغربي في حسابات التاهل. المنتخب المغربي مثل ما بنعرف اليوم اموره لساتها بايده، الفوز بيأهله مباشره، التعادل بيأهله مباشره، لكن في حال لا سمح الله المنتخب المغربي خسر من كندا المباراه الاخيره ممكن ان يتأهل اذا ظلت كرواتيا حاليا فايزه على كندا بهدف. ليش؟ لانه لما كندا بتخسر حاليا من كرواتيا فكندا بتصير برا المنافسه. بيصير ترتيب المجموعه المغرب بالمركز الاول 4 نقاط فارق هدفين، كرواتيا في المركز الثاني 4 نقاط فارق هدف واحد، بلجيكا في المركز الثالث 3 نقاط هدف واحد سلبي، كندا بدون اي نقطه فهي بتكون برا المنافسه. احتمالات التاهل بالمجموعه الثالثه اذا المغرب فازت او تعادلت فهي متاهله، لكن اذا خسرت لا سمح الله عم نقول خسرت بفارق هدف مثلا بيضل عندها 4 نقاط. على المجموعه الثانيه اذا فازت بلجيكا على كرواتيا فبلجيكا بتصير الاول ب6 نقاط، المغرب الثانيه ب4 نقاط، كرواتيا بتصير ثالثه ب4 نقاط فبتاهل المغرب. ليش قلت فارق هدف واحد؟ لانه لما كرواتيا بدها تفوز بفارق اكثر من هدف على كندا فبتصير بلجيكا مطالبه انه تفوز على كرواتيا باكثر من هدف. نحن عم نفترض حاليا كرواتيا هزمت كندا بفارق هدف واحد، فالمغرب حتى في حاله الخساره من كندا بفارق هدف واحد يتاهل. نحن بنتمنى الصداره للمغرب وبنتمنى المغرب يفوز على كندا ويتاهل لدور ال 16 كمتصدر حتى يتجنب لقاء احد المتصدرين في المجموعه الرابعه اللي هو ممكن يكون اسبانيا او المانيا او اليابان او كوستاريكا حتى.